اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم غادي نديرو ياغورت شهي بطعم لذيذ. فقط بقاو معنا وغتشوفوا الوصفه كامله. اذا على بركه الله. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نحتاجو لتر من الحليب كامل الدسم. غادي نقسموه على جوج. نصف لتر غادي نديروه يطيب، يعني درجه الغليان، ونصف لتر غادي نخليوه بارد. غادي نحتاجو بالنسبه للسكر ملعقتين كبيرتين من السكر. انتم تقدروا تزيدوا الى بيتو، لكن هذا هو المعدل اللي ناخذ به. ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف، ما يكونوش عامرين، فقط المستوى العادي. غادي نحتاجوا 13 غرام من الفانيلا. بطبيعة الحال غادي نحتاجوا واحد الياغورت او الياغورت من نكهة الفانيلا. يكون عندنا ياغورت كيتقطع على الشكل هذا كما كتشوفوا، ماشي يعني جاري او لزيج او حاجه بحال هذا الشكل. يعني بغينا يكون كيتقطع على الشكل هذا. والعبار اللي كيجينا في لتر هو 150 غرام. 150 غرام كنعاودها ديال الياغورت. يعني خصنا نعبرو، الا ما عبرناش وزدنا اكثر راه ما يصدقش لينا، او يقدر يجي هذا الياغورت في اخر وحده لزيج ونقدر نقلبوا الكاس ويتكب لينا. الكؤوس اللي كيعطيونا تقريبا 200 مليلتر، يعني السعه ديالهم هو 200 مليلتر، او نقدر نديرو حتى اكثر الا بغينا. اول حاجه غادي نحتاجو هو يكون عندنا الماء غليان واجد قبل، يعني يكون عندنا الماء درجه الحراره ديالو 100 سلسيوس يكون واجد عندنا. هذاك الماء يعني تقريبا واحد 2 لتر ديال الماء حسب الطنجره ديالنا يكون واجد. اذا غادي نديرو الحليب انه يفيض او يطلع كما كنقولوا، يعني كيفوت درجه 85 درجه. نصف لتر فقط الياغورت اللي شرينا نحطوه مع الحليب على الشكل هذا. بطبيعة الحال في الحليب البارد نديرو السكر، الحليب بطبيعة الحال، والفانيلا، وغنخدمو هاد العناصر هكا خاطر هنايا حتى نسجمو. أكيد غيكونو العناصر كلها انسجمات مع بعضها. إذن أول حاجة غنديرو الماء الغليان في الطنجرة، ميكونش مرتفع بزاف، لأن غادي نحطو الكؤوس وغادي يطلع المستوى ديال الماء يقدر يدخل لينا الكؤوس. يعني من الأحسن يكون ربع الكأس. إذا هنا كما كتشوفوا الحليب أصبح جاهز. أول حاجة غنديرو عندنا هاد الغواء اللي كتكون الفوق، اللي كتكون على شكل بلاستيك أو حاجة كما كيقولها ولا كل واحد كيسميها. هادي هي خصها تحيد، هي من الحوايج اللي كيخليو هاد الياغورت ديالنا ما كيصدقش، يعني خصها تحيد. كتكون هي على بحال الشكل ديال ورقه او جيلاتين او حاجه كتكون خارجه من هاد الحليب هكا. هي اللي خصها تحيد، ونقصو من الرغوه اللي كتكون في الحليب فوق على الشكل هذا. اذا هنا اول حاجه غنضيفو شويه الحليب ونحركو على الشكل هذا، شويه ونحركو باش نطيحو الجهد ديال الحليب وحتى الياغورت اللي كنضيفوه في هاد اللحظه ما كيتكسرش، الحراره كتكون سخونه عليه. اذا على هاد الشكل هكا كما شفتوا مباشره غنعمرو الكؤوس كما كتشوفوا، يعني ما عمرناهمش كلهم، يعني خلينا حتى نشوفوا الجهد ديال الكيسان كاملين. وديك الساعات اللي بقينا غنفرقوا عليهم. وحاجه اللي غادي نشير ليها، من الاحسن الطنجره اللي غادي نديرو نحطوها فاش بين نحطو فيها هاد الحليب هذا، نحاولوا نحطوها في مكان اللي غنحطو فيه نخليوها فيه، ما غاش نديروها ونهزوها من المطبخ ونمشيو لبلاصه اخرى. احسن نمشيو نعمروها في المكان اللي غنبغيو، لان غيتقدر ديك الحركه باش نبغيو نمشيو غيتكب لينا، اولا الماء غادي يتحرك ويتكب لينا في هاد الكيسان وتصدق النتيجه ماشي هي علاش كنا كنقلبوا. اذا غادي ندوزو للمرحله المواليه. هنا عندنا طنجره فيها ماء غليان، نحطو الكيسان هنايا
على الشكل هذا، وغادي نغطيهم بالغطاء كما ما قلت بحال هذا. غادي تغطى بهم وغادي نديرولهم ديك الساعات واحد اللحاف باش نغطوه يكون قطني، ونخليوه. ما نخليوش حتى حاجه تكون تقطع بارده مع هاد الطنجره كما ما غادي نشوفوا الان. غنخليوه هكا 7 سوايع، ما نحلوش عليه ما حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي نقدروا نديرو يعني من دوز واحد 5 سوايع باش نعرفوا بان غتجينا نتيجه. هذا غادي نقولها لكم. غادي نديرو اليد ديالنا من هنا وغادي نحسو الا لقينا بينا هنا كاين دفء، يعني الطنجره باقي سخونه ودافئه، كونوا على يقين بان غادي تكون عندكم نتيجه 100% لداكشي اللي كنقلبوا عليه اننا نديروه في هاد الوصفه هذه. اذا غادي ندوزو المرحله المواليه وغادي نشوفوا ان شاء الله من بعد ما تكون هاد الرايب هذا او الياغورت يوجد لنا، وغادي نشوفوه معا كيفاش جات النتيجه. اذا هذا هو الشكل النهائي. اصبح الياغورت جاهز لنا على هذا الشكل هذا، يعني شيء شهي وجميل، يعني يستحق التجربه كما كتشوفوا. يعني ما يطيحش من الكاس، يعني شد في بلاصتو كما نقولوا. وهذا هو اللي بغينا، يعني هذا هو الشكل اللي قلبنا عليه باش نحصلوا عليه يعني النتيجة اللي بغينا. كما كتشوفوا يعني جد متماسك وشد البلاصة ديالو في الكاس. وكما كتشوفوا حتى الى قلبنا الكاس ما غاش يتكب، يعني غادي يبقى على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني شيء جميل جدا، والطعم ديالو اكيد غادي يكون فيه ديك الحموضيه او طعم من غير الفاني اللي درنا. وحتى الشكل الى قطعناه كيجي متقطع بحال هكا، يعني ما كيجيش على شكل رغوه او انه كيجي سائل كما كتشوفوا. اذا كما ما كنقول لكم ديما، ما تنساوناش من جيم بارطاج والاشتراك، ونتمنى من الله انكم تجربوا هذا الياغورت ديال اليوم، ونتسنى التعاليق ديالكم وعاودوا لي كيفاش جاكم. وانا متاكد انه غادي يجيكم رائع ولذيذ، ولا تكستور ديال يعني كتقطع، ماشي شي حاجه اللي جاريه او حاجه اللي غتضيعوا فيها وقتكم بغير نتيجه تكونوا نتوما فرحانين بها. اذا على بركه الله، نتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ الشيف مجيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.